واخيرا خلصنا. بسم الله ما شاء الله بقى يا جماعه، مش قادره اقول لكم الريحه قلبه الشقه ازاي. هذه هبدا بقى هعمل ايه. النور اتقطع بس احنا هنكمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل ايه؟ سلمي عليهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلمي. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا يا جينا هنعمل ايه؟ احنا بقى الدنيا ساقعه، هنولع الفرن كده عشان اظبط بقى واوريكم كل حاجه. هنولع الفرن عشان نعمل شويه قرص عشان ندفي الشقه وندفي بطننا. ايوه وندفي بطننا اهم حاجه. بس قرص ايه بقى يا جماعه؟ حلوه جدا ان شاء الله. الطريقه هتعجبكم وان شاء الله هتجربوها وهتعتمدوها. دايما ما بحبش كلمه هتعتمدوا الحاجه في الاكل، لان دايما بقول كل واحد ليه تكاته ونفسه بالظبط كده، وكل واحد يزود يعني التكه بتاعته، وان الاكل مش ثابت على حاجه، لا بس هتعجبكم لو جربتوها هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. لا انا جايبه دول حوالي 2 كيلو من الدقيق باذن الله. فانا ايه بنخله بس عشان لو في اي حاجه هاخدهم كده كلهم دقيق كده كويس. وهقول لكم قبل ما نبدا في اي حاجه هنعمل ايه. كده دخلنا الدقيق، هنجيب شويه من الملح طبعا صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام، وهنعمل ايه بقى معانا ايه كمان؟ معلقه الشمر واليانسون. اهم حاجه ما تبقى تحمصيها ساعه ما هتعملي القرص عشان الريحه بتاعتهم تطلع بجد. تحميصه الاعشاب دي ساعه ما تعجني المعجنات بتفرق جامد. قولي اتكلمي وانا ايه. معلقه ينسون ومعلقه شمر تحمصيهم على نار، واهم حاجه على نار هاديه عشان ما تتلدعش مني. وطبعا مش هننخلهم، احنا عايزين احنا عايزين النكهه كلها والحبايه نفسها. هنا معايا باكت من الخميره عشان اقول لكم هنعمل ايه. باكت من الخميره، وهنجيب كده معلقه سكر، معلقه واحده، معلقه كبيره، لا هحط حوالي 3 4. انت عايزه تعمليها حلوه؟ ايوه حلو. انت يا حلو ماشي. هتنجي كام دي؟ 3 خلينا 4 ماشي. ما بعدش يا جيني. تمام. هنا معانا سكر. بصي لخبطتيني حطيت سكر فيه فحطه مكانه، ما علينا. احنا هنقلب كده. معاكي ايه ده؟ ايه اللي انت حطيتي عليه السكر ده؟ معانا لبن رايب. ايوه لبن رايب. احنا هنعمله باللبن الرايب، هنعمله القرص دي باللبن الرايب. بس هنا هقلبها كويس. انا عايش في الايه الخميره تعمل مفعول. طبعا اللبن دافي مش سخن، لا مش عشان سخن ما عشان يفسدش الخميره. بالظبط كده. يكون يا جماعه اللبن دافي زي ما احنا كنا زمان قلنا ايه، زي دمع العين. يعني ايه دمع العين؟ ان ايدك تتحمله، ما يبقاش سخن عشان ما يفسدش الخميره، وما يبقاش ساقع عشان ما ياخر التخمير. بالظبط كده. هنا انا دوبت اهو الخميره مع السكر في اللبن الرايب الدافي معايا. وطبعا بما ان الجو ساقعه فانا هغطي عليها وهسيبه كده شويه علشان ايه تختمر. وهجيب هنا الشمر واليانسون اللي احنا حمصناه في العجينه. اهم حاجه تحميصه وقت. اهم حاجه كمان ان هو ايه يتطحن. معلقتين كده كبار من السمسم. هو متحمص السمسم ده ونضيف. احنا محمصينه وعاملينه وشايلينه في الكيس يعني. بالظبط كده. وهعمل ايه بقى؟ هخليكم كده معايا. قلبي كله بقى مع بعضه. نقلب كل ده مع بعض. ريحتها حلوه. الشمر واليانسون لما بيتحمصوا بيعملوا نكهه جميله، ريحه حلوه جدا وطعم طبعا. واهم خطوه في الموضوع ده هجيب هنا معانا بقى هنا الزيت. هنضيف. مش هتعمليه بالزيت واللبن رايب مش هتعمليه فيه. ما هو اللبن الرايب بدل السمنه بقى. طيب تمام. كوبايه زيت اهي. عايزه اقول لكم ان من قبل ما نبدا ولا نعمل اي حاجه ريحه الشمر واليانسون لسه كمان لما تخش الفرن. واهم حاجه تحميص بسيط لانه هتدخل الفرن لسه القرصه تستوي. هنعمل ايه بقى في الدقيق؟ هنقلب بقى. هنبسه. ايوه بس هنبس بقى الدقيق كده مع الزيت كويس جدا زي ما انتم شايفين لحد ما يتحول معايا يكون زي الرمله. شايفين؟ ادوا كل حاجه حقها، هتلاقوا طعمها تحفه بصراحه وحلوه اهو. هنعجن بقى كده كويس. نعمل في البيت، ندفوا البيت وناكله ونوفر. اصلا كمان ريحه المخبوزات في البيت بيبقى ليها سبحان الله بيبقى ليها ريحه كده. وتلاقي مش عارفه وليه في الشتاء بالذات ريحه المعجنات في البيت الخبيث بيبقى ليه طعم كده. تحسي لو طلعتي بره مثلا ورجعتي تدخلي تاني للشقه تحسي ايوه تحسي بالريحه. والله بجد انا بحب الريحه دي قوي، ريحه الدفى كده، دفى البيوت كده يا جماعه.
ربنا يديم على كل واحد ده الصحة والستر كده. ده في البيت. شايفين ريحة الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ شايفين اهو، شايفين عملت كده ازاي؟ حطيتي الزيت؟ ايوه في بس لسه يعني انا لسه ايوه بتشربي الدقيق الزيت. الزيت كله. بس العجين الخميره الحمد لله اختمرت معايا وطلعت الفقاعي اللي انتوا عارفينها يا جماعه زي ما انتم ما شايفين. بس احنا مش هنيأس ولا هنستسلم، هنكمل ونسيبها تتخمر بقى والنور مقطوع، ونبقى نرجع لكم اول النور ما يجي. يلا يا جماعه هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده لبن رايب ففيه قطع ايوه مش هنزل كله مره واحده. ايوه تشوفيها بس حبه حبه كده. هو انا كده هاخدهم كلهم ان شاء الله. بس بحب اقلب كده شويه. بصوا بما ان انا ما بحبش ايدي تبقى باينه وانا بعجن، انتوا كلكم عارفين ده يا حبايب قلبي، فانا هعجنها وهرجع اوريكم النتيجه النهائيه ليها. تمام، منتظركم، انتظروني كمان. بصوا بقى يا حبيبي انا وصلت العجينه لايه. شايفين كل ده لم معايا، وطالما كل ده لم معايا يبقى كده العجينه فعلا مظبوطه معايا وصح كده. هي العجينه كده معايا صح، مش محتاجه لاي حاجه تانية. بصوا تمام. هنعمل ايه بقى في الاخر؟ انا حطيت في ايدي معلقه زيت شربت بيها العجينه كده الله ينور. هقفلها كده عشان اسيبها تتخمر معايا. شايفين طبعا بما ان احنا الشتاء هتقعد لها ساعه او ساعه يعني كويس. يا دوبك النور يجي. يا دوبك النور يجي. تمام. شايفين البوله نضيفه ازاي معايا؟ استنى بس اوريكم. شايفين بسم الله ما شاء الله. هسيبها بقى تتخمر وارجع لكم على طول اول ما النور ما يجي ان شاء الله. اول ما تتخمر معايا. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، بصوا الحلاوه بقى والجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا سلام على الريحه والجمال والحلاوه بجد. شمر بقى مش قادره اقول لكم، حاجه حلوه جدا، ريحتها تحفه تحفه تحفه. ده طبعا بيدل على ان الحمد لله كل حاجه فيها كويسه وكل حاجه فيها تمام وكل حاجه فيها مظبوطه 100%. نبدا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا بقى نشكل في العجينه. تمام، هنعملها ايه؟ قرص. هنمسك كده، طبعا دي تخينه قوي صح، نصغرها كده اهو. بص كده اهو بالشكل ده. ومش هدهن الصينيه حاجه خالص لان هي بسم الله ما شاء الله فيها زيت واللبن الرايب، فكل دي حاجات دهنيه معايا. هقرص بقى كل ده وارجع لكم على طول. بصوا بقى يا حبايب قلبي اهو عملنا اول صاج معانا. شايفين؟ هسيبها بقى ترتاح معايا حوالي نص ساعه لحد ما اكمل كل ده، وبعد كده هدخلها في الفرن على درجه حراره 200 ربع ساعه كده لحد حسب الفرن بتاعك، حسب ما الفرن بتاعك الحراره بتاعته بتكون قد ايه. ومش هدهنها حاجه خالص على الوش، بس اول ما هتطلع على طول الفوطه بتاعتي بتاعت المطبخ اللي هي بتاعت الاكل هبلها شويه ميه وهغطيها علشان تكون طريه معايا ونرجع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت بتطلعيها من الفرن بتغطيها عشان تفضل طريه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. شايفين؟ بصوا بقى طبعا مش كل الكميه لسه فيه. بصوا شايفين بقى قرص الافران طريه. شايفين؟ مين يدوق؟ انا ادوق. بصوا شايفين؟ احنا قلنا دينا اللي بتدوق الاول، بس المره دي انا اللي هدوق. لا انت اللي بتدوقي الاول يا ماما. ماشي. شايفين؟ طريه. ما شاء الله. عليها كوبايه شاي بقى. شاي بلبن؟ شاي بلبن، شاي ساده. سحلب كمان مع القرص. امال ايه؟ عايزين شاي ونسحب. هو الشتا عايز كده. شايفين الجمال؟ واحده كمان. سيبي وريني. اقسم لهم واحده كمان. اوريهم. انا عملت شكلين، عملت شكل كده وعملت كمان ان انا استنوا كده ما اعملهاش فيها الخطوط دي. اذا عايزها ناشفه شويه بس هي كده طريه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. دي القرص الطريه بتاعت الافران. تدوقي؟ تاني ادوق؟ انا باكل. ممكن ادوق طبعا. انا باكل البلوق. شايفين؟ فتحت الشيها الجبنه مربى. تتاكل ساده. بنتسلى. ايوه صح كده. باكل. الشاي هي حلوه. نسيبكم بقى نخلص الوليمه اللي قدامنا دي ونرجع لكم تاني. مش هنرجع خلاص، احنا هنروح ناكل. السلام عليكم.
نشوفكم فيديو جديد. نشوفكم في رعاية الله.